هاي اصحابي، جايبه لكم النهارده تاني وصفه من سلسله نقانق الدايت. ما تنسوش ان انتوا تعملوا لي فولو وسبسكرايب وتعملوا لايك وشير كمان على الفيديو. تعالوا بقى نعمل دابنج خطير. اول حاجه هعمل دابنج الحمص، عملته معاكم قبل كده بس حطيته هنا للناس اللي ما شافتوش. تعالوا اقول لكم هنعمله ازاي. اول حاجه هنجيب كوبايه من الحمص، وابدا طبعا الحمص المسلوق واحطه زي ما انتوا شايفين. الكميه لو عايزين تقللوها او تزودوها زي ما انتوا حابين. بعدين هبدا ان انا احط عليه هنا ليمونه كامله، هبدا ان انا اعصرها واحطها فوق الحمص. وبعدين هبدا ان انا احط هنا، كنت حطيت النص الاول، حطيت كمان النص التاني. كل الكلام ده هنحطه في الكبه زي ما انتوا شايفين علشان يتعمل معايا كله بطريقه سريعه. وبعدين هبدا بقى ان انا احط عليه معلقتين كبار من الطحينه. تقدروا ان انتوا تجيبوا الطحينه جاهزه عادي معلبه، او كمان تبقى موجود فيه اوبشن حلو قوي موجود في السوبر ماركت، الطحينه اللي بتتعمل قدامكم. وبعدين هبدا بقى ان انا احط عليه التوابل بتاعتي. انا استخدمت هنا الكمون، طبعا دي حاجه اساسيه، واحط عليه كمان شويه من الملح، وهحط عليه هنا فصين من الثوم. وابدا ان انا اضرب كل الكلام ده كده مع بعض لحد ما يتخلط معايا. هنا وقفت في النص وزودت عليه رشه بسيطه قوي من زيت الزيتون عشان يبقى كريمي معايا اكتر. ممكن تحطوه من البدايه او ممكن تحطوه في النص زي ما انا عملت. وابدا بقى اعمل بلندنج للكلام ده كله واسيبه يبلند، وده القوام كده بجد قوامه خطير. لو عايزين تخلوه يبقى يعني القوام بتاعه اخف من كده، زودوا كمان شويه من الزيت واضربوه تاني هيبقى معاكم سائل. بس انا بحب القوام بتاعه ده كده اكتر عشان كمان لما استخدمه في الدابنج يكون ماسك نفسه. بعدين هبدا ان انا اوزعه زي ما انتم شايفين بالمعلقه كده على الطبق وافرده. طبعا السبريد بتاعه بيكون سهل قوي. ما تنسوش ان انتوا تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوا بقى الفيديو اللي جاي عشان تعرفوا ايه هي الوصفه اللي جايه. نكمل بقى. بدات ازينه شويه من الحمص على الوش، وحطيت عليه رشه بسيطه من زيت الزيتون، وكمان عشان شويه من التزيين تاني حطيت عليه رشه بسيطه من السماق بس عشان التزيين. كل الحاجات دي اختياري. جاهزه كده معايا احلى دابنج للحمص. تعالوا اقول لكم بقى ايه هي السناك بتاعتي. هبدا بقى ان انا اجيب اي نوع فلفل. انا هنا هستخدم الفلفل الاحمر، الفلفل الاصفر والفلفل الاخضر. طبعا تقدروا تستخدموا الفلفل الاحمر عادي المتوفر عندكم. انا اللي كان عندي هنا هو الفلفل الاصفر والفلفل الاخضر. بنفضيه كده وبعدين نبدا ان احنا طبعا نغسله كويس قوي. وهجيب بقى القطاعه بتاعتي وابدا ان انا اقطعه على شكل صوابع كده زي ما انتم شايفين. بحب ان هو يكون رفيع شويه، ما بحبوش ان هو يكون تخين. وابدا ان انا اقطعه لشرايط كده كذا مره ورا بعض. بيبقى كده جاهز معايا احلى سناك صحي وما بياخدش معانا وقت خالص. وزي ما انتم شايفين كده بنقطعه لشرايط كتير ورا بعض. وزي ما قلت لكم تقدروا تستخدموا فيه اي نوع فلفل انتوا حابينه. كده هبدا بقى ارصه فوق الطبق، وسهل جدا تقدروا تعملوا منه الكميه اللي انتوا عايزينها. ما بياخدش وقت، بيتعمل بجد في دقايق، وكمان صحي جدا تقدروا تاكلوا فيه زي ما انتوا عايزين. وكمان هو بيشبع كمان حلو قوي. فاستناكم بقى في الوصفه التانية بتاعه بكره. وما تنسوش ان انتوا تشوفوا بقيه الوصفات، هسيبها لكم فوق في اول الفيديو. وبس كده، اشوفكم في وصفة جديدة بكرة ان شاء الله، وبالهنا والشفاء. باي.